ضيعتي عمرك كنتي كتشري بودرة الثوم، كتشريها غالية، غادي نقادوها في الدار وكطلع لينا رخيصة. تحضيرات رمضان الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة. كما كتشوفوا غادي نقاد معاكم بودرة الثوم، ما غاديش نشمشو، ما غندخلوا الفران، كتوجد فرمشة عين. على بركة الله عندي هنا 200 غرام ديال الثومة الحمراء والبيضاء. انا هنا عندي مخلطه، بغيت ديروا غير الحمراء بوحدها ديروها، بغيت ديروا غير البيضاء ديروها، ماشي مشكل، المهم تكون غير الثومه. غادي نقشرها كما كتشوفوا، نقيها ونحيد ليها الجلفه واللي فيها شي ضريبه كنحيدها ليها. غادي نستمر بنفس الطريقه باش ما يجيكمش طويل الفيديو وما يجيكمش ممل. غادي نقشرها ونرجع معاكم. هنا من بعد ما قشرت الثومه كما كتشوفوا، اللي بغى يقطعها بالسكين على هذا الشكل هذا رقيق، انا هنا ما غاديش نقطعها بالسكين، غتاخذ ليا الوقت. جبت هنا الحكاكه، عندي هنا الحكاكه الغليظه كما كتشوفوا، كتبان ضربه في داك الميس ولكن جاني حافي. انا نقول واش غندير، انا نحكها في هذه الحكاكه كما كتشوفوا، كنحاول نهبط ما نحكش باش ما تضحكش ليا رقيقه، كنحاول نهبط هكا هبطه وحده كما كتشوفوا، كتهبط هكا طويله. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنحكها، راه بسرعه كتوجد هاد الثومه، كنقادها في رمشه عين. نتوما شوفوا معايا، غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنحكها في هذه الحكاكه ونرجع معكم. هنا من بعد ما حكيت الثومه ديالتي نتوما شوفوا معايا، غنجيب هنا واحد المقله اللي درت فيها واحد زليفه ديال السميده غليظه. عندي هنا السميده البيضاء، واللي عنده السميده الصفراء تكون احسن. صافي كنحاول نفند هاد الثومه بالسميده كما كتشوفوا، كنفندها مزيان باش ما تحرقش ليا. وغادي نحطها، انا هنا غنزيد شويه ديال السميده، جاتني بحال قليله، نكثر شويه السميده باش ما تحرقش ليا الثومه. وغادي نحطها فوق النار وتكون عافيه مهيله، ضروري تكون عافيه مهيله. انا تنشقى في الكوزينه وانا حاطاها فوق البوطه، مره كنحرك، ما كنغفلش عليها هكا بالتحراك كما كتشوفوا. كنحطها دابا فوق البوطه وكنبقى مره نحرك. انا عندي هنا السميده بيضاء، خكك تلهفت لي واحد شويه ولكن ما تحرقتش ليا الثومه. نتوما شوفوا معايا، مره كنبقى نقلب فيها حتى كتاخذ لي واحد اللوين، راه ما كتقرملش في المقله. هانتوما شوفوا معايا هنا دابا راها طابت ولكن راه مازالها مرخيه. غنخلي لكم الصوت ديال القرمشه ديالها كيفاش حتى تنخليها حتى كتبرد عاد باش كتقزاح. وغادي نحيد هادو اللي رقاقين هكا بحال اللي تحمروا ليا. هانتوما سمعوا معايا التقرمشه كيفاش كتولي، هنا راه خليتها حتى بردات. وغادي ندوز دابا باش نطحنها. صافي هنا جبت طحانه كما كتشوفوا وغادي نطحن هكا الثومه ديالتي. تقدروا تطحنوها في طحانه ديال العطريه، انا هنا جبت هاد الهاشوار هي باش غادي نطحن. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنطحنها كامله. نتوما شوفوا معايا هنا من بعد ما طحنتها غادي نغربلها، حيتاش انا هاد سميتها الثومه بحال لصقت لي شويه فيها البلبوله. نتوما شوفوا معايا، ملي غربلتها في الصفايه رقيقه خرجت لي غير البودره ديال الثوم وبقات لي هذيك السميده الغليظه. صافي دابا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البودره ديالنا، كتجي زوينه جاهزه، كطلع لينا رخيصه بلا ما نبقاو نشريوها هكا من المحلات، كنشريوها بشويه ثمن غالي. كنتمنى تعجبكم الفكره ديال اليوم. الا عجبكم الفيديو خليوا لي واحد لايك وشي كومونتير يكون زوين. السلام عليكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.